مساء الخير أو صباح الخير على حسب التوقيت اللي هتشوفي فيه الفيديو. أنا بنت عز، لو أول مرة تشوفي قناتي يا ريت تشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس على الكل. شايفين الشنطة الجميلة ديّة النهارده هنعملها بكل تفاصيلها وتكاتها. أنا كنت نزّلت لكم فيديو قصير هنا كده على القناة، ووريتكم الشنطة، النهارده إن شاء الله كده هاقول لكم خامات الورشة وتفاصيل الورشة كلها كاملة بإذن الله. تمام؟ إن شاء الله كده، بس يا رب كده الورشة تعجبِك. ومعانا خيط سنارة مقاس 70، معانا لولي ملضّم مقاس 12، ولولي مقاس 6. ممكن تعمليها بخرز بنفس المقاسين، ممكن تعملي كمان مقاس 10 مع مقاس 4. تمام؟ هناخد كده أهوّة إيه، هناخد واحدة مقاس 12، واحدة مقاس 6 بالتبادل بقى لغاية لمّا يبقوا معايا في الخيط بتاعي 4 لولي مقاس 6 و4 لولي مقاس 12، ونعمل العقدة في الخرزة مقاس 6. نشد بقى كده الخيط بتاعنا علشان خاطر نعمل العقدة بتاعتنا، ونكرر. هناخد 12، 6، 12، 6 أهو كده في طرف أيًا كان الطرف اليمين أو الشمال. ناخد واحدة 6 ونعمل العقدة في الخرزة مقاس 6، ونركن الطرف ده. ناخد طرف الخيط التاني، هندخّل في طرف الخيط التاني 12، 6، 12. نشد، نسحب خيطنا ندخّله في العقدة. خلاص، ونفضل ماشيين كده لغاية لمّا أهو شايفين؟ نبقى عايزين في الخيط بتاعنا 17 غرزة، نمشي كده زي ما إحنا ماشيين على نفس المنوال. أنا أهو هناخد 12، 6، 12، 6 العقدة. نركن الطرف ده، ناخد الطرف التاني ندخّل في الخيط 12، 6، 12. سهلة؟ سهلة بأمر الله، إن شاء الله تبقى سهلة عليكم. أهو، الورشة دي أنا منفّذاها على صورة أجنبي، وطلّعت عيني يوم بحاله عشان أفُك الطلاسم بتاعتها. أهو، شايفين كده؟ تمام. هنعِد بقى، بُصّوا 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 15، 16، 17. 17 غرزة. شدّي شدّة حلوة بقى كده جريئة، ضمّي الطرفين على بعض. عايزين بقى كده إحنا نوصّل الطرفين ببعض. هنعمل إيه؟ أهو، هناخد 12، 6، 12. خلاص، وندخّلها في الخرزاية مقاس 6 بتاعة الطرف التاني. أهو، هناخد 12، 6، 12 وندخّلها في الخرزة مقاس 6 بتاعة الطرف التاني، وبعدين في أي طرف من الطرفين هناخد 12 أهو 6. تمام، العقدة. ليه؟ لإن كل غرزة عدد الخرز بتاعها أهو 12، 6، 12. خلاص؟ أهو، وندخّلها في العقدة بتاعة المقاس 6 اللي في الطرف التاني. ليه بقى؟ لإن كل غرزة مفروض إن عدد الغرز بتاعتها عدد الخرز بتاعها 8 خرزات، 4، 12 و4، 6. هنا إحنا قفلنا خلاص شبّكنا الطرفين، بس لمّا تشبّكي الطرفين لازم يبقى الخيط خارج من خرزة مقاس 6. هناخد 6 خرزات بالتبادل، 3، 12 و3، 6، والعقدة في خرزة مقاس 6. ده في طرف الخيط اللي برّه، أيًا كان بقى طرف الخيط اليمين أو شمال اللي أنتِ هتمشي بيه على حسب طول الخيط بتاعِك. هناخد في الطرف التاني خرزاية مقاس 12 مشدودة. تمام، خلاص. هندخّل الخيط في العقدة اللي إحنا عملناها أهو، شايفين؟
كده أهو، كده بقى معايا العدد المطلوب، بقوا 8 خرزات، لإن أنا كنت واقفة على خرزة وخدت 7 خرزات أهي، شكل الغرزة بتاعتي، زيّها زي الدور اللي قبله. طيب هناخد في طرف الخيط اللي تحت خرزة مقاس 12 شايفين؟ وندخل في الخرزاية مقاس 6 من غير ما ندخل في أي خرز، طرف الخيط اللي تحت ما دخلناش في أي خرز بتاع السطر اللي قبله، حطينا في طرف الخيط اللي تحت خرزاية مقاس 12 ودخلناها في الخرزة مقاس 6 وطرف الخيط اللي فوق بقى هناخد أهو شايفين؟ برضه بالتبادل 12 6 12 6 والعقدة أهو. وطرف الخيط اللي تحت بعد ما حطيت خرزاية مقاس 12 ودخلت في الخرزة مقاس 6 هاخد واحدة تاني 12 يعني بناخد خرزتين 12 في طرف الخيط اللي تحت بس بينهم بندخل يعني بناخد واحدة وندخلها في مقاس 6 وبعدين ناخد واحدة تاني وندخلها في العقدة يعني بصوا دي التركاية بتاعت الغرز ديت شايفين طيب هناخد في طرف الخيط اللي تحت بصوا اهو معايا خرزتين اهو عشان تاخدي بالك خدنا خرزة ما دخلناش في اي خيط ما دخلناش اسفة في اي خرز هناخد كده خدنا خرزة في الهواء وبعدين دخلنا في الخرزة مقاس 6 وبعدين هناخد خرزة تاني اهي الاتنين مقاس 12 تمام اهو ونركنها اهو شايفين انا شديت لك الخيط عشان تشوفيها ما عملناش اهو العقدة بتتعمل في طرف الخيط اللي فوق هناخد 12 6 12 6 والعقدة في الخرزة مقاس 6 نسحب خيطنا ندخله في الطرف التاني نشد العقدة بتاعتنا مم. زي ما قلت لكم احنا عملنا الشريط على 17 غرزة وقفلنا بال 18 عايزة تكتري عن كده كتري عايزة تعمليها كروس موبايل قللي في الغرز واشتغلي الغرزة دي تمشي مع كل حاجة أهو خدنا في طرف الخيط اللي تحت خرزة مقاس 12 ودخلنا في الخرزة مقاس 6 وبعدين بعد كده خدنا واحدة 12 ركننا الخيط خدنا في طرف الخيط اللي فوق 12 6 12 6 العقدة ونمشي بقى على كده بنفس الطريقة ديت أهي عاملة زي التاج الملكي كده شيك قوي جميلة ما شاء الله يعني هناخد على طرف الخيط اللي تحت خرزة مقاس 12 وبعدين ندخل في الخرزة مقاس 6 كده وبعدين ناخد واحدة 12 تاني وكل ده احنا ما دخلناش في الخرز اللي تحت احنا دخلنا بس في الخرزة مقاس 6 هناخد 12 في طرف الخيط اللي فوق 6 12 6 العقدة نصطاد طرف الخيط التاني ندخله في العقدة ونسحب اهي شايفة تحفة ما شاء الله حلوة قوي تحس ان حاجة كده حاجة مرصعة كده اهو خدنا واحدة 12 ما دخلناش في اي خرز احنا دخلنا كده خدنا واحدة في الهوا وبعدين بعد ما خدنا واحدة 12 هندخل بقى في الخرزة مقاس 6 وبعدين ناخد واحدة 12 تاني ونركن بقى طرف الخيط ده وناخد اهو 12 6 12 6 العقدة وكل ده انا مش عايزة اجري بالشغل ولا اعمل لك غرزتين واجري لا انا عايزة اوريكي الشغل باستفاضة علشان تبقي
يعني يعني خلاص بقى كده تشربي الشغل شرب كده، مش نعمل حاجة ونجري. طيب أنا كده بقى أهو خلّصت كل الأدوار بتاعتي، تمام؟ شايفين شكلها بعد ما خلصت؟ تتعمل منها بقى مقالم، تتعمل منها أد ل يعني علبة لأدوات الmakeup، تتعمل منها حاجات كتير أوي، تمام؟ أهو، ده كده عدد الغرز بتاعتنا 1، 2، 3، 4، 5، 6، عملت 6 أدوار، تعديهم من الخرزة مقاس 6، تعدي الأدوار بتاعتِك من الخرزة مقاس 6، دي تطلع منها أفكار كتير جدًا الشنطة ديّة أو الغرزة ديّة. كده إحنا واقفين أهو بالخيط بتاعنا، أنا لفّيت بقى الخيط بتاعي لغاية لمّا خرّجت الخيط من الخرزتين مقاس 12 عشان أعمل القلّاب بتاع الشنطة. خلاص، أنا كده واقفة على خرزتين مقاس 12، هناخد واحدة أهو 12 في كل طرف، وبعدين هناخد خرزة مقاس 6 ونعمل فيها العقدة، كده ده أولنا في أول غرزة في القلّاب، ندخّل طرف الخيط التاني في العقدة ونسحب، لإن إحنا عندنا في الغرزة الأولانية يعني في السطر اللي قبله يعتبر معايا 4 خرزات، خرزتين على الجناب 6 وخرزتين 12، حطينا 12، 12 واحدة 6 وقفلنا بيها. طيب بعد كده هنعمل إيه، خدنا في كل طرف بُصّي، أنا بقى حطيت الخرز في الخيط عشان نقصّر في الوقت، خدنا في كل طرف 12، 6، 12 تمام، وإحنا واقفين على خرزة، كده بقى معانا 7 خرزات، هناخد واحدة 6 ونقفل بيها الغرزة بتاعتنا، أهو، يعني 12، 6، 12 في كل طرف، وبعد كده هناخد واحدة 6 في أي طرف من الطرفين ونعمل العقدة بتاعتنا، شايفة؟ مشدودة وحلوة. طيب هنكرر بقى كده لغاية لمّا نخلّص عدد الغرز بتاعة القلّاب بتاعنا، تمام؟ هناخد كده 12 في كل طرف، و6 في كل طرف تاني، وبعدين 12 في كل طرف، وبعدين 6 في أي طرف من الطرفين، زي ما عملنا في الغرزة اللي قبلها، نسحب خيطنا، نعمل العقدة بتاعتنا، تمام؟ يالّا بقى أنا عايزة أشوف كده إيه تطبيقاتكم على الورشة، والصور بتاعتكم وفيديوهاتكم الجميلة، علشان تشجعوني إن أنا أعمل لكم وِرَش تاني إن شاء الله، بأمر الله تعالى، ونكرر في كل طرف هناخد 12، المرة دي أهو بدِّلت لكم خدنا 12، 6، 12، 6 والعقدة، زي ما كنا ماشيين في جسم الشنطة نفسه، أهو بالتبادل 2 و2. والعقدة في الخرزة مقاس 6 في القلّاب، في القاعدة، في الجناب، في أي حاجة تخُص الشنطة ديّة، العقدة في الخرزة مقاس 6 ما عدا بس لمّا بنبتدي القلّاب بتاع الشنطة، بنعمل القلّاب على خرزتين مقاس 12 بنلِف بالخيط أو بتاخدي خيط جديد وتخرّجي لي الخيط من الخرزتين مقاس 12 أهو، كل مرّة بنعمل ونقيس نشوف كده المسافة بتاعة القلّاب. لإن إحنا دلوقتي هنشبِّك كمان عملنا يد رباعية، عملناها من 20 غرزة تقريبًا، مقاس 8، عايزة تعمليها بمقاس 6 اعمليها، بس يعني ما كانش ليّا خُلْق بصراحة أعملها بمقاس 6 فعملتها بمقاس 8 وعملتها تقريبًا على 20 غرزة، يعني 19 وقفلت بال20 دي اليد بتاعة الشنطة، عَجَلة، زي العَجَل كده اللي إحنا كنا بنعمله بتاع العَجَل التركي، اليد المدوّرة، هناخد كده 12
6 و12 والعقدة. بعد كده هنشبك اليد اللي أنا قُلت لكم عليها اللي أنا عملتها ديّة في القلّاب دوّة. أهي، اعملي حساب إنِّك أنتِ هتحطّي اليد. أهي، شايفة؟ كده أهو. بُصّي بقى، الله على الشياكة والجمال. والله مش عشان خاطر أنا اللي عاملاها، شنطة مبهرة فعلًا وجميلة وحلوة. أهي. طيب هنثبّتي اليد إزاي بقى يا بنت عِز؟ عشان خاطر الغرزة دي مش هينفع نركّب فيها القفل المغناطيس، تمام؟ هنعمل إيه، هنجيب خرزة مقاس 14 أو مقاس 16 لولاية كبيرة، تمام، وهنثبّتها في الخرز بتاع الشنطة، جسم الشنطة نَفْسه، وهنجيب هنا أهوّة شايفة، وهنعبّي كده في آخر خرزة مقاس 6 هنعبّي فيها مقاس 6 بقى، يعني بعد ما نخلّص كده القلّاب هنعبّي مقاس 6 في اليد في آخر غرزة إحنا عملناها، ونربط الخيط. بس بقى ما تعمليش الخرز مقاس 6 ده اللي أنتِ هتشوفيه معايا دلوقتي، ما تعمليهوش غير لمّا تقيسي على بعد ما تثبّتي الخرزة الكبيرة اللي هي مقاس 14 أو 16، بعد ما تثبّتيها اعملي اللولي مقاس 6 على مقاسها، عشان تبقى يعني محكمة. أهو كده. طبعًا إحنا هنشبّك اليد في القلّاب بس بخيط من غير أي خرز، هنشبّكهم في بعض بالخيط. أهو، هنا بقى كده. شايفة؟ إحنا كده توّهنا الخيط أهو، وقصّينا الزيادة. هناخد بقى اليد هندخّل فيها خيط كده ونشبّكها. أهي، نشبّكها في الشنطة. طبعًا أنتِ عايزة تعملي العدد بتاع الغرز أقل من كده اعمليه، عايزة تعمليها على 18 على 20 على 22 21 حتى لو خلّصتيها فردي ما هي مش هتفرق في حاجة يعني، إحنا مش محكومين بعدد في اليد. بس نيجي بقى كده ندخّل في اليد خيط محترم كده علشان خاطر نشبّك اللسان بتاع الشنطة في اليد. أهو، بس ننضّف الخيط القديم بتاع الشغل بتاعنا بتاع الإيد. ناخد بقى خيط جديد علشان نشبّكها. هنا أهوّة كده، أهو، ونشبّك. التشبيك عبارة عن إيه، هندخل في الخرز بتاع الغرز نخرج وندخل ونشد ونعقد وهكذا، مش بطريقة معيّنة يعني طريقة سريالية جدًا، الطريقة اللي تريّحِك شبّكي بيها اليد. خلاص؟ أهو، أنا دخلت في خرزة مقاس 6 أي خرزة بقى أنتِ عاوزاها، أهو 12 كنت هادخل في 6 تقريبًا عشان خاطر العقدة فيها ضايقتني ما دخلتش فيها، دخلت في 12 يمين وشمال. بس واشبِّك وادخل من الخرزة دي وادخل من الخرزة دي وهكذا، لغاية لمّا تتشبِّك معايا اليد. أهو شايفة؟ دخلت في الخرزة النايمة اللي في النُص، اللي في نُص اليد.
أهو نقرّب كده على الكاميرا، ندخل بقى كده الخرزة مقاس 6 عشان فيها العقدة، وأنا عاملة العقدة والشنطة كلّها عاملاها بخيط مقاس 70، فطبعًا لا يمكن أعرف أدخل في الخرزة مقاس 6. فهنتحايل بقى كده على الخيط وعلى الخرز بتاعنا وندخل ونخرج في الخرز الإيه، اللي متاح لنا يعني. قدر الإمكان كده هنحاول نثبّت اليد، بس تثبّتيها جدًا عشان ما تبقاش شغلِك راخي ومش مضبوط. تعالي على نَفْسِك ويعني واضبطي شغلِك علشان يبقى ضميرِك مرتاح من ناحية العميلة اللي هتسلّميها الشغل. طيب أهو تثبيت اليد، معلش استحملوني بس الحبّة دُولة، لإني أنا خايفة يكون حد من القناة أو من أي حد من متابعيني وأخواتي مش عارفين يثبّتوا اليد أو لسه مبتدئة، لأ طبعًا ما أقدرش أعمل كده يعني، ما أقدرش أجري بالشغل بتاعي، ما باحبش أجري بشغلي. نسحب خيط لفوق من أي خرزة، ندخل في اليد ونخرج في الخرز بتاع اللسان وهكذا. هي مش صعبة ولا أي حاجة، ممكن طفلة تعمله يعني مش مُعضلة. أهو، شوفي أنا باورّيكِ الخيط أهو، دايمًا في الخرز بتاع اليد بادخل في الخرز اللي في النُص، تمام، عشان أشبكهم ببعض. كمان ممكن تستغني عن اللسان واليد ديّة تعملي لها يد cross. أو ممكن تركّبي لها يدّين من نفس يعني تعملي شايفة اللسان ده وتتني عليه يعني تعملي لها يدّين من نفس اليد اللي هي المدوّرة ديّة، مش يد واحدة كده ولسان قلّاب، تعملي لها يدّين في الجنب ده وفي الجنب ده أهي، أهي شايفة دي الشنطة أهي، هتعملي لها بقى تركّبي لها شوية خرز مقاس 6 في آخر القلّاب علشان أهي، علشان تثبّتي شغلِك. تمام؟ أهو، أنا هنا باقول لِك أنا تركّبي هنا أهوّة شوية خرز مدوّر مقاس 6 أو شوية لولي مقاس 6 حسب أنتِ عاملة الشنطة بإيه، هندخل كده في الخرزة مقاس 6 ونحط فيها شوية خرز، أنا ديّة بس باعملها علشان بس أورّيكِ الطريقة، إنّما أنتِ تعمليها لمّا بتخلّصي تركيب الخرزاية المقاس ال14 أو ال16. أهو كده، بس تحطّي أي عدد بقى كده وتعقدي أو تربطي خيطِك على حسب بقى ما تحبّي. تمام، أنا أهوّة باقول لِك أنا هنا باقول إن إحنا بعد ما نركّب الخرزة الكبيرة لولا ما إيه، نركّب الخرز الصغيّر ده، علشان بس العدد. أنا هنا هاربط هاحط شوية خرز كمان من الطرف التاني وهاربط علشان بس أورّيكِ إحنا مشينا إزاي. أهو كده، هتعقدي بقى تعملي عقدة تربطيها ربط اللي يريّحِك، أهي بالمنظر ده كده. أهي، أنا باورّيكِ مثل إن أنتِ هتحطّي فيها الخرزة الكبيرة إن هو كده، أنا هاعملها بعقدة بس عشان أورّيكِ المنظر، تمام، نبدأ بقى ونسمّي بالله ونشتغل على القاعدة بتاعة الشنطة بتاعتنا. برضه هنبدأ لمّا نبدأ القعدة زي ما قُلت لِك قبل كده، هنبدأ
أي شغل في الشنطة ديّة، أي بداية فيها بتبقى على الخرزة مقاس 6. ما بنشتغلش 12 غير على القلّاب بتاع الشنطة. ممكن لو استغنيتِ عن اليد اللي أنا عاملاها ديّة بالقلّاب، ما تشتغليش على المقاس 12. هناخد بقى كده 12 في كل طرف، وبعدين ندخل في الخرزة مقاس 6 يمين و6 شمال. شايفة الطريقة دي؟ خدنا خرزتين مقاس 12 يمين وشمال أهو. وبعدين هناخد 2 12 تاني، واحد يمين وواحدة شمال، وبعدين ناخد واحدة مقاس 6 في أي طرف من الطرفين، واعملي العقدة. أنا ما رضيتش أعمل الشنطة طويلة و وأروح تانياها وبعد كده أقفّل الجنبين، أنا خلّيت تقفيل قاعدة بس عشان تبقى سهلة عليكم، مش هاقفّل جنبين هتبقى يعني ما استظرفتهاش بصراحة، حسّيت إن هي مش ظريفة كده في شغلها. هناخد كده 12 تاني في كل طرف، وبعدين ندخل في الخرز بتاع الشنطة مقاس 6 يمين، وندخل مقاس 6 شمال، بعدين ناخد خرزتين تاني مقاس 12 في كل طرف، في كل طرف هناخد يعني خرزة واحدة، كل طرف خدنا مقاس 12 وبعدين هناخد مقاس 6 والعقدة. القاعدة بتخلص بسرعة أهي، شايفين إحنا يعني لسه بادئين وخلصت قد إيه مننا من الغرز، أهي. اسحبي العقدة وشدي خيطِك كويس، شايفاه أهي. هناخد برضه 12 و12 كل طرف هناخد 12 وبعدين ندخل في مقاس 6 وبعدين ناخد 12 و12 وبعدين 6 في أي طرف من الطرفين والعقدة، تمام. نسحب بقى كده أهو، نعمل العقدة بتاعتنا، نشد خيطنا وندخّل الخيط جوّه أو العقدة جوّه الخرزة، في نُص الخرزة، أسحب بقى كده وأكرر، تمام. هناخد كده في كل طرف 12 وبعدين والطرف التاني هناخد فيه 12 وواحدة 6 ونعمل العقدة. هندخل بقى هناخد كده واحدة 12، إحنا معانا كده already في الطرف أهو واحدة 12 ودخلنا في مقاس 6 اللي في الجنب، وبعدين خدنا واحدة 12 وخدنا واحدة مقاس 6 ونعمل العقدة ونركن الطرف الخيط دوّة، طرف الخيط التاني هناخد واحدة 12 وبعدين ندخل في 6 بتاعة جنب الشنطة، وبعدين ناخد 12 تاني وندخل في العقدة اللي إحنا عاملينها بتاعة الطرف التاني، نسحب العقدة بتاعتنا، نشد خيطنا ونخبّي العقدة في وسط الخرزة، خلاص؟ هناخد في كل جنب 12 أهو خدنا واحدة 12 في الجنب الشمال ودخلنا في مقاس 6 وبعدين ناخد 12 وبعدين 6 والعقدة، الجنب التاني هناخد 12 ندخل في مقاس 6 بتاعة الجنب بتاع الشنطة وبعدين ناخد 12 وبعدين ندخل في الإيه، العقدة اللي إحنا عاملينها اللي كانت في الطرف التاني، نسحب خيطنا نشد كده الخيط شدة محترمة وندخّل الخيط جوّه العقدة، خلاص؟
هنكرر، هناخد 12، ندخل في مقاس 6 بتاعة الشنطة. بُصّي دي الخرزة اللي كانت مخربشة اللي قُلت لِك عليها لمّا كانوا 2 ملزوقين في بعض وجيت شِلتهم يعني اتخربشت كده. أهو خدنا 12 وبعدين دخلنا في مقاس 6 وبعدين هناخد 12، كده خدنا مقاس 12. بُصّي أنا هنا غلطت، يعني خدت 12 وزي ما أنا متعودة خدت مقاس 6 تاني، بس لأ كده ما ي ما مش هو ده الصح. إحنا خدنا مقاس 12 وبعدين هندخل في الخرزة مقاس 6 الرأسية اللي في جسم الشنطة نفسه، أهي 12 وبعدين دخلنا في مقاس 6 بتاعة الشنطة وبعدين هناخد 12 تاني، هناخد 12 تاني وندخل بقى في مقاس 6 بتاعة الخرزة الرأسية بتاعة جسم الشنطة أهي. يعني 12 دخلنا في 6 من جسم الشنطة و12 ودخلنا في 6 من جسم الشنطة اللي هي الرأسية، وبعدين بعد ما دخلت فيها بالخيط أرجع تاني كده عشان أكوّن عقدة، شايفة؟ أهي، وبعدين الطرف التاني أهو خدت 12 ودخلت في 6 من جسم الشنطة وبعدين آخد 12 تاني وأدخّل الخيط في العقدة اللي أنا عاملاها وأسحب خيطي، أسحب الخيط بتاعي كده، عايزة بس أسند الشنطة أهو. أشد بقى كده شدة عشان أجمّع الخرز على بعضه، هنا هتلاقي الغرزة الأخرانية كده الخرز كده تحسّي إن في فروق بينهم أو الخرز مفارق بعضه، هنلِف بالخيط كده لفة مضبوطة، بس ما أظنش الخيط هيرضى يلِف في خرزة مقاس 6 لإن أنا عاملة فيها العقدة بخيط 70، فأنا هالِف كده قدر المستطاع في الخرز اللي هاقدر عليه علشان بس أضُم الشنطة، تمام؟ وهادخل كده من الطرف التاني برضه كده في خرزة خرزتين علشان أعرف أضُم الشغل على بعضه، أهو بُصّي كده، أهو بس وأقص الخيط الزيادة، كده الورشة خلصت، يا رب تكون الورشة سهلة عليكم إن شاء الله كده وتكون ما فيهاش حاجة صعبة، وتكون كده برضه كمان الشنطة عجبتكم والورشة كده شيك أوي يعني ما شاء الله يا رب تعجبكم بإذن الله كده وتنول إعجابكم، وأتمنى منكم كده دعوة حلوة بظهر الغيب. وأستنى كده رأيكم استفساراتكم كمان لو في حاجة وقفت معاكم أنا عيني ليكم طبعًا، تحت أمركم في أي استفسار، وأتمنى منكم كده دعوة حلوة بظهر الغيب، والسلام عليكم.